عسلامة، شنحويلكم؟ شلا تكونوا لاباس عليكم وفي صحة جيدة. كما قاعدين تلاحظوا اليوم جبت لكم وصفة سهلة برشا، حتى من الفيديو قصير ماهوش طويل، دونك لف نجموا تعملوها. اللي هي كعبات فراولة بالشوكولا مزينين. نجموا تستعملوهم في أي مناسبة أنتم ما تحبوا عليها في الموسم متاع الفريز، كسوسوا بحذاكم شي يجيو ضيف، وإلا عندكم عيد ميلاد، وإلا عندكم هكا حفلة خطوبة اللي تحبوا أنتم. حاجة مزيانة على الآخر وتنور لكم بالحق الوجه. تابعوني لآخر الفيديو توا تعرفوا التفاصيل الكل. أما قبل هذاك ما تنسيوش باش تشجعوني، تحطوا لي برشا جيمات برشا كومنتات وتشتركوا في القناة. وتوا خلينا ننتقلوا مع بعضنا ونشوفوا شنو المكونات اللي نستحقوها. اول حاجه باش تكون عندنا الفريز الفراوله، تاخذ الكميه اللي انت تحب عليها. حاجه اخرى باش ناخذوها الشوكولا. اول حاجه باش ناخذ الشوكولا بلون، الشوكولا البيضاء، والشوكولا انوار الباتي غلاس انوار المكعبات. هذوما المكونات نتاعنا بساطة على الاخر وسهلين. اول حاجه توا باش نقوموا بها باش ناخذوا كعبه الفريز نتاعنا وباش نحطوهم في الماء ونغسلوهم. هكا نغسلوهم بالكدا نخليهم ينضافوا، ومن بعديك باش نستقطروهم وباش نحطوهم فوق منديله نظيفه باش هكايا يشربوا اكل الماء نتاعهم ويشيحونا. وملاحظه نحب نعطيه لكم، حاولوا كي تاخذوا كعبه الفريز تاخذوا كعبه الفريز هكا يكونوا مزيانين الكعبه وتكون شده روحها، مش يكونوا طيبين برشا. بعد ما نشفناهم وخليناهم توا ارتاحوا على جنب، شنو باش نعمل؟ باش ناخذوا الشوكولا. اول حاجه الباتا غلاس النوار حمل مائي ونحطوا نذوبوها بدون اي نوع نتاع اضافه، ما تزيدوها حتى شيء، ونبداو نغطسوا في كعبه الفريز نتاعنا الكل كيما هكاكا ونتحصلوا على النتيجه اللي قاعدين نشوفوا فيها. الملاحظه اللي حاب نعطيها لكم بالنسبه للشوكولا البيضاء باش نعملها لكم بنفس الطريقه، مانيش باش نحطها في وسط الفيديو خاطر قلت بالك يطول عليكم برشا الفيديو، نعرف ديما انتم تحبوا هكا حاجه قصيره ولفلف. على هذاك باش نوريكم الشوكولا النوار ونفس الطريقه تخدموا بها الشوكولا البيضاء بدون حتى نوع نتاع اضافه. هذوما الكعبات نتاعنا. باش ناخذ تويكا الشوكولا اللي فضلت لي ونحطها هكايا في ساشي صغيره وننقبها ونعمل بها الخطوط هذوما. بالنسبه للزينه تزينوا انتوما كيما تحبوا، ديما نقول لكم انا نعطيكم الباز وانتوما عليكم التزيين، كل قدير وقدره وكل واحد كيفاش يحب يزين. بصراحة بنا على بنا ننصحكم تجربوهم. راهو أول حاجة كما قاعدين تشوفوا وحدكم حاجة فينو على الآخر عملتها. فما اللي عملتها شوكولا وحطيت فيها شوية هكية نواه كوكو، فما اللي عملتهم شوكولا بلون وحطيت فيهم فما بودر تتباع متاع الشوكولا، فما في الدوري وفما في الغوز، فما في برشا ألوان أخرين يعني يستعملوهم للشوكولا. دونك أنا رشيت هكية منهم شوية. فما كعبات بعد ما كملت بالشوكولا بلون شنو انا عملت؟ قعدت لي شويه مك الشوكولا، زدت عليها الكولوران نتاع الشوكولا روز وحطيته ركفته هكيا بالكدا في حمل مائي حتى لا يتبدل اللون نتاع الشوكولا ولا لي روزي، وعملت الكعبات نتاعي. وهذه هي النتيجه اللي حصلنا عليها. وشوفوا لي بسم الله ما شاء الله قداش الحاجه مزيانه ومرتوبه. ايش قولكم؟ ينوروا الوجه ولا ما ينوروش كي يجيو بحذاكم الضيوف؟ صراحه بنا على بنا. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه. هاكا مش ريسيت، مش حاجه صعيبه، راكم تعرفوا توا جاي الصيف دونك ديما لازمنا حاجات هكايا سهله وخفلف. نجموا كيما انتوما تقدموها في الطبق كيما وريته لكم، كيما تنجموا تعملوها في بوكس كيما هذيا، يعني حتى ككادو. راهو فما شكون يعملهم كادوات، فما شكون يعملهم للبيع، يعملهم في لي بوكس كيما هكايا ويبيعوهم يسترزقوا منهم. ديما في موسم الفريز بالطبيعه كل واحد كيفاش يحب يعمل، كيفاش يزين، كيفاش يرتب وكهو. وهذا هي الفيديو متاعنا. وتوا مبقى لي كان باش نقول لكم باي باي. تكون عجبتكم الوصفه اللي هي سهله برشا والبنه مضمونه. واهم من هذيك الكل ما تنساش باش تتابعوني على الانستغرام تاعي ويلي دلندا، الفيسبوك ويلي دلندا، وما تنساوش زيدا على التيك توك يوميات تونسيه دلندا. وقاعده نخمم ليمت هذوما قلت كان نبدل الاسم نتاعو ونحطو ويلي دلندا باش اي واحد يحب يلوج عليه يلقاه بسهوله تامه. توا كان بدلت الاسم، توا نقول لكم في الفيديوهات القادمه. نحبكم برشا. تشاو.